السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني وبعتذر عن التأخير. رغم كل الظروف دي هنكمل وهندوس في تحليل مباراة نادي الزمالك ومودرن سبورت في الأسبوع الثالث من الدوري المصري. نادي الزمالك بدأ بطريقة لعب وتشكيل من وجهة نظري أو هسميه يعني تشكيلة جماهيرية. مدير فني نادي الزمالك وكأنه يسمع جمهور نادي الزمالك على السوشيال ميديا أو على القهاوي أو في كل مكان، وبيحقق لهم رغبتهم في الخط الهجومي. المدرب استعان بشيكو بانزا، الفينا وعطية دباغ، وخلفهم ناصر ماهر وعبد الله السعيد، ومركز ستة شحاتة. ده تقريبا التغيير اللي كان في تشكيل نادي الزمالك في الأسبوع الثالث، استعانة بألفينا شيكو بانزا وعطية دباغ. نادي الزمالك طريقة لعبه كان باين فيها الانسجام والترابط، لعيبة بتجيد التمرير، لعيبة بتجيد التحرك في وسط الملعب، أجنحة لديها الحلول الفردية، كل ما يتمناه جماهير نادي الزمالك. نادي الزمالك بدأ ضاغط على النادي مودرن سبورت ضغط عالي جدا بشكل ممتاز، انسجام وخلق فرص وخطورة عن طريق نجم المباراة خوان الفينا، المحترف البرازيلي الساحر المبدع لديه لمسة رائعة لنادي الزمالك وجماهيره دايما بيحبوها. مدرسة الفن والهندسة كالعادة، لعيب يجيد المراوغة، فتح المساحات، التحرك للعمق، تسديد. ونادي الزمالك بان شغل المدير الفني في هذه المباراة أكتر من المباريات السابقة. كان في نقد كبير لنادي الزمالك وجماهيره للمدير الفني، لكن حتى في كرة الهدف الأولاني اللي قررت مرتين، مرة مع عبد الله السعيد وشيكو لألفينا وسجل منها الهدف. الكرة قررت في أول مرة عن طريق تمرير من عدي دباغ لشيكو بانسا. ده إزاي حصل؟ نادي مودرن سبورت بيحاول إن هو يلعب على المرتدات، بيحاول إن هو يلعب دفاعي على نادي الزمالك، لكن كان في عيوب. أجنحة نادي مودرن سبورت متحررة من الأدوار الدفاعية. نادي الزمالك بيبدأ بناصر ماهر وعدي دباغ بيضغطوا على دفاعات نادي مودرن. اللي بيحصل باكات نادي مودرن بتنضم للدفاع عشان تقدر إن هي تسند قلبي الدفاع، لأن في اتنين مهاجمين عليه. ده بيفتح مساحات على الأطراف. إخوان ألفينا شيكو بانزا فاتحين على الأطراف. خطورة، كرة شيكو بانزا لم تحقق الهدف، لكن الكرة من ألفينا قدر إن هو يستغلها بمهارة فردية، تحرك طبعا، وتسديد على مرمى وتسجيل الهدف. الحل الثاني اللي كان موجود في طريقة لعب المدرب هو الاستعانة بعبد الله السعيد في بناء اللعب، مش شحاتة. عبد الله السعيد خبرة كبيرة جدا، 40 سنة. 40 سنة يعني كل سنة منهم تتقدر بملايين. لعيب خبرة بيقدر ينقل نادي الزمالك ويوجد الحلول برغم محاولات نادي مودرن الضغط على نادي الزمالك في بناء اللعب وتعطيل الهجمات بتاعته، وان هو يحاول ان هو يخلي نادي الزمالك يستعين الكرة العالية اللي كان ممكن يبقى فيها تفوق نادي مودرن. نادي مودرن هو الآخر أوجد حلول ومشاكل لنادي الزمالك. الاستعانة بشحاتة وعبد الله السعيد فقط، بعدم وجود دونجا لعيب يغلق قلب أو قلب نص الملعب أو العمق الدفاعي لنادي الزمالك، خلق مشاكل. حسام حسن وارنولد ايبا في الوسط. النقطة اللي كنا بنشكر فيها في حسام اكيد هو الونش تفوق الكورة العالية ما كانتش موجودة في هذه المباراة، بل بالعكس حسام حسن فينا سوري ايبا تفوقوا في الكورة العالية على حسام عبد المجيد و الونش. ابتدوا ان هم يقدروا ان هم يتفوقوا وينهوا الهجمات زي ما نادي مودرن بيعتمد السعانة بمساعد على الطرف الايمن. نادي مودرن بعد الهدف ابتدى ان هو يضغط على نادي الزمالك، ابتدى ان هو ينجح في ان هو يستحوذ على الكرة، بل وان هو يتفوق في ان هو ياخد السكند جول من لاعبي نادي الزمالك. ده ليه؟ لان شحاته وعبد الله السعيد ما كانوش هما الاثنين قادرين ان هم يقفلوا عمق نادي الزمالك في فتح في مساحات في العمق، فكان بيقدروا لعيبه مودرن بسهوله الكور العاليه ينقلوها، ثم الاطراف المسعد قدر ان هو يعمل عرضيات. وشفنا في بطوله حسام حسن في واحدة من العرضيات. الملاحظة الغريبة إن بعد إحراز نادي الزمالك الهدف الأولاني وكأن الفريق بالكامل تبدل. نادي مودرن ابتدى هو اللي يستحوذ يضغط على نادي الزمالك. نادي الزمالك فيه تراجع قدام في الريتم في الأداء، اختلف تماما. نادي مودرن ابتدى يعمل جبهات، ابتدينا نشوف هلال مع أرنولد إيبا ونشوف حسام حسن ناحية مسعد. ابتدى نادي مودرن يضغط على نادي الزمالك ويحاول ان هو يحصل على الكور الثابته، السلاح الممتاز اللي قدر ان هو يسجل منه في 3 مباريات قدام نادي الاتحاد وقدام نادي الاهلي وقدام نادي الزمالك.
قدروا ان هم ياخدوا كور ثابته كتير وشكلوا خطوره على نادي الزمالك. الميزه بتاعت حسام عبد المجيد والونش زي ما قلنا اختفت، وبقى في تفوق لرزق وفي الكور الثابته، وقدروا ان هم يعملوا كور خطيره جدا على مرمى نادي الزمالك كان ممكن يحرزوا منها التعادل. كده انتهى الشوط الاولاني بتفوق لنادي مودرن في نهايته. دايما ما ننساش دعوة لأهلنا في غزة، في السودان، في كل الدول العربية والإسلامية، ربنا ينصرهم ويحقن دول. الشوط الثاني بدأ بتغييره في طريقة اللعب في الملعب. شيخو بنزا تحرك من العمق، ناصر ماهر تحرك على الطرف. وده اللي بنقوله إن المدير الفني ظهر تأثيره في المباراة دي أكتر من الصوت. المدير الفني أرى حاجات في المباراة فعلا في نادي الزمالك في أكتر من موقف. بان الشغل الفني في أكتر من حاجة، مش دفاعا عن المدير الفني، ولكن حاجة احنا شفناها وقريناها بعين تحليلية مش عين مشاهد أو مشجع فقط. وده شفناه في هذا التبديل اللي حصل في الملعب. ليه شيكو اتحرك للعمق وليه ناصر ماهر هو اللي اتحرك على الطرف؟ ناصر ماهر بيجيد الدفاع أكتر من شيكو بنزا، بيجيد اللعب الجماعي أكتر من شيكو بنزا. شيكو بنزا لعيب مندفع وبيحاول إن هو يلعب على المرمى أكتر، ويقدر إن هو يبقى عنده حلول وعنده شراسة أقوى. ليه؟ لأن عدي الدباغ اللي بدأ المباراة، ودي وجهة نظر فنية، المدرب بدأ المباراة من حيث كان يجب إن هو ينهيها. ليه؟ شيكو بنزا كان ممكن هو ينزل في نهاية المباراة، وهنقول ليه. وعدي الدباغ كان ممكن ينزل برضه وما يبدأش المباراة كلعيبة احتياطية. لكن التغيير اللي حصلت في الملعب دي بدخول شيكو بنزا وتحرك ناصر للعمق للدعم من النتائج دفاعيا، لأن مسعد كان عامل جبهة هو، طبعا كان بيميل عليه شيكا قبل ان يتحول طبعا شيكا للجبهه الاخرى للمشاركه الدفاعيه على عثمان الفينا اللي كان عامل ازعاج لدسوقي. لكن الجبهه دي كانت مصدر خطوره بتاعه وجودها. دي رؤيه دفاعيه للمدرب، قرأ هذا المشكله وتعامل معاها في حل بان هو يستعين بلعيب عنده جانب دفاعي افضل. الحل الثاني ان هو شيكو بنزا اتحرك للعمق، لعيب شرس وعنده المهاره وبيجيد التحرك، وما كانش بيسقط زي بداية دباغ بره ال 18 كتير، فبيفرغ مساحه في عمق الهجوم. والمدرب استغل النقطه دي، صمود عدي فتح مساحه شيكو بنزا، لانه المدافعين كانوا مهتمين بعدي كرأس حربة، لكن مع دخول شيكو بنزا وتحركه لا مركزي والحريه اللي خدها، قدرت ان هو عن طريق التحرك بتاع اخوان الفينا لعيب يجيد التحرك للعمق ويجيد التمرير والربط ما بين اللعيبه والاثنين، انسجام طبعا، لغه، ربط وصداقه اتبنت. وده تأثير خارج الملعب أثر داخل الملعب. فطبعا اختيار الصفقات دي ميزة يشكر عليها جون إدوارد. النقطة دي مش كتير هياخد باله منها. لعيبة بتجيد نفس اللغة بيحصل ما بينهم صداقة وترابط يساعدهم على الحتة بتاعت الاحتراف. خرجنا بره الملعب نرجع تاني من جوه الملعب. الهدف أحرز قلنا من تغيير تبديلتين، قدر إن هو يأمن دفاعاته قليلا ويستغل هذا التغيير الهجومي. بمرور الوقت نادي الزمالك ابتدى إن هو بعد ما أحرز الهدف الثاني يتراجع تاني، وابتدى النادي المدن إن هو يضغط عليه عن طريق تغييرات المدير الفني طبعا مجدي عبد العاطي. أرى هو كمان المباراة وقدر إن هو يغير من تشكيلته. استعانة طبعا بخروج طبعا هلال وشيكا ومسعد. ما اعرفش خروج مسعد هل هو الإصابة ولا إيه. ابتدى أرنولد إيبا يتحرك على الطرف الأيمن مكان مسعد، استعان برشاد المتولي اللي يقوم بدور إيبا خلف حسام حسن، عشان هو لعيب يجيد التمرير وصناعة اللعب أكتر. والاستعانة بالجبهة الشمال عن طريق النجم آدم رجب. وليه نجم؟ لأنه كان بيحرك جبهة نادي مودرن من اليسرى، وهو كان مصدر خطورة في الشوط الثاني لنادي مودرن. فريق بيستعين بالكور الثابتة بيستغلها بشكل احترافي ممتاز جدا جدا، وتدريبات طبعا ورؤية من المدير الفني مجدي عبد الغاضي. نادي الزمالك حاول إن هو بقى يقرأ النقطة الدفاعية بتاعته في المشكلة بتاعت العمق اللي شفنا عن طريق غنام تسديدات شكلت خطورة على نادي الزمالك، وغير غنام طبعا رشاد المتولي، وابتدى ان هو يستعين بدونجا لغلق هذه المساحات. نادي الزمالك ابتدى كمان ان هو يعمل تغييرات تنشيطيه زي نزول طبعا احمد شريف. نادي الزمالك
ابتدى ان هو في نهايه المباراه مع نزول طبعا ادم كايد ان هو يقدر ان هو يبني هجمات مرتده. هجمات مرتده كان لعب على جبهه ادم كايد. ادم كايد ظهر عنده عيوب، وهي البطء في التعامل واستغلال الفرص دي والمهاره الفرديه والاندفاع اللي كان نادي الزمالك محتاجه عن طريق شيكو بنزا. عشان كده قلنا ان نادي الزمالك كان لازم يبدا بناصر المنسي وادم كايد في بدايه المباراه، مش ان هو يستعين بيهم في نهايه المباراه. ليه؟ لان شيكو بنزا مع وجود المساحات اللي كانت توفرت ادم كايد كان ممكن يسجل اكتر من هدف، لانه لعيب عنده القوه البدنيه، السرعه والمهاره. بالاضافه لناصر منسي لعيب مهاجم بوكس، مش زي عدي دباغ. عدي دباغ بيقدر ان هو يساعد نادي الزمالك في بناء الهجمات، ولعيب بينزل كتير وبيوجد طبعا حلول لبعض اللعيبه اللي بيبحثوا عن التمرير. لكن الزمالك ما كانش محتاج ده. ليه؟ لانه كان عنده ناصر ماهر وعبد الله السعيد اللي بيجيدوا صناعه اللعب بالفعل، مع وجود شحاته اللي كان بيقدر ان هو ينضم عليهم، ولعيب ايضا بيد التمرير. فانا مش محتاج ان راس الحربه بتاعي يكون هو كمان محطه، لا، انا عايز راس الحربه يكون موجود في ال 18 عشان يستغل كل اللعيبه دي، سواء اللعيبه اللي بتجيد الحلول الفرديه على الاطراف، لعيبه بتجيد التمرير في منتصف الملعب، وبناء اللعب وصناعه الفرص. عشان كده قلنا ان سمات الزمالك او المدير الفني كان بدأ في التغييرتين دول من حيث كان يجب ان هو ينهي. نادي الزمالك طبعا الهدف اللي سجل في مرماه عن طريق الكور الثابته، وقلنا ان نادي مودرن خطير جدا في استغلال الكور الثابته، وقدر ان هو يسجل في 3 مباريات عن طريق الكور الثابته، غير طبعا الفرص اللي عملها وضاعت سواء قدام النادي الاهلي او نادي الاتحاد او نادي الزمالك. نادي الزمالك خرج بمكسب من هذه المباراه، مكسب فني بتطور وانسجام واضح بين اللاعبين، ورؤيه من المدير الفني ابتدت تتطور عن اللاعبين بتاعته، امكانياتهم ورؤيته الفنيه. زي جمله محمد صبحي اللي كان بيقدر ان هو يلعب كوره طوليه تقدر ان هي تصنع خطوره وتعمل فرص، كان ممكن نادي الزمالك يسجل منها هدف ثالث. لعيب على طريقه السون بيكر طبعا مع ليفربول، بيريد ان هو يلعب ثرو من المرمى لاطراف الملعب سواء شيكو او خوان 2000. دي كلها حاجات مدير فني اكيد هو اللي اشتغل عليها، مش شغل فردي. حارس المرمى ان هو يقدر ان هو يجيد بناء اللعب، تفضيل المدرب واصراره على محمد صبحي اكيد كان سبب فني، غير امكانياته الفنيه طبعا الممتازه في 3 مباريات. نادي مودرن قدم مباراه طبعا رائعه سواء من المدير الفني او من اللاعبين. تغييرات المدرب كان فيها طبعا تغييرات طبعا تنشيطيه نتيجه الهبوط الفني او الهبوط البدني لبعض اللاعبين مع بدايه الموسم، زي الهبوط الفني او الهبوط المستوى البدني لعبد الله السعيد وناصر ماهر، واعاده النظر في الوقت اللي عبد الله السعيد يقدر يلعبه. اكيد نادي الزمالك يستعين ببعض اللاعبين او عوده بعض اللاعبين زي احمد ربيع او احمد أو محمد حمدي، هيساعد نادي الزمالك. بالاضافه طبعا انه من وجهه نظري نادي الزمالك اغلاق العمق بتاعه محتاج صفقه دفاعيه في مركز 6 بديله او اساسيه على دونجا. من وجهه نظري هتكون اساسيه، وهو انضمام طارق حامد. طارق حامد اللاعب الفري نادي الزمالك محتاجه عشان يغلق هذه المشكله، او ممكن مع عوده احمد ربيع من الاصابه ومشاركته مع نادي الزمالك يحل المشكله دي. في النهايه نادي مودرن قدم مباراه كبيره جدا. من وجهه نظري ممكن ما كانش يستاهل هو يعني يخرج بهزيمه كبيره، وعشان كده خرج طبعا مهزوم بنتيجه، او كان ممكن ان هو كمان يحصل على التعادل. نادي الزمالك كان يقدر ان هو يستغل الفرص طبعا ويكسب سكور ويخلي المباراه ونتيجتها بشكل مختلف. لكن في النهايه تطور من مباراه لمباراه، مكسب لنادي الزمالك كان خطوات للاستمرار على المنافسه على اللقب. نادي مودرن هيستمر بالشكل ده وبرؤيه المدير الفني بتاعه، هيبقى نادي رقم صعب في الدوري المصري امام الكبار. واعتقد انه بعد ما يمر بالمواجهات الصعبه زي النادي الاهلي والزمالك هنشوف اداء لو استمر كده على هذا الاداء، اداء هيتطور اكيد افضل من كده، وممكن إن نشوفهم في النهايه بينافسوا على لقب الدوري. اسف على الإطالة، اشوفكم في المباراة الجاية. سلام.